بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فقد سمعنا كلاما لأبي حذيفة الصباطي التماري يستخف بكلام أهل العلم في مسألة القذف لمحمد بن هادي لأبي أيوب، وأحال مستمعيه إلى الرجوع إلى كتب التفسير في معنى المحصن، فوجدنا كلام أهل العلم في واد، وكلام أبي حذيفة في واد آخر. ذكر أبو حذيفة أن المحصن هو العفيف النزيه، وأن أبا أيوب ليس كذلك، لا بمحصن ولا بعفيف ولا بنزيه، ولكن أهل العلم قالوا أن المحصن هو الذي لم يقع في الزنا، أن المحصن هو الذي لم يقع في الزنا. فليثبت لنا أبو حذيفة هذه الزنا، وإلا فإنه وقع هو في جهل وكذب على الله في تحريفه معنى الآية. وكذلك استدل بكلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تبارك وتعالى في معرض كلامه على مسألة القذف، مبينا أن الشيخ رحمه الله إمام شيخ الإسلام أن المقصود هناك إذا كان الرجل معروف بالفجور وغير ذلك وقذفه لا يحد، ولكن لو أتم كلامه بناء على كلامه لشيخ الإسلام يكمل الكلام لكي يكون الكلام تاما بفائدته. أن شيخ الإسلام ابن تيمية يقول لا يحد ولكن يعزر، فليأخذ أبو حذيفة من كلام شيخ الإسلام ابن تيمية شيء ويترك شيئا آخر، وكلامه مرتبط بعضه مع بعض في مسألة القذف، والله المستعان. فنترككم مع كلامه لتستمعوا إلى كلام أبي حذيفة، ونعلق بعد ذلك على كلامه بكلام أهل العلم إن شاء الله. ولعن من كتم ما أنزل الله سبحانه من البينات والهدى، ولعن الذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات بالفاحشة نعم، نوقف واحد وقفة هنا. كثير من للأسف، وأنا أقول الكلمة هذه وللأسف الشديد، جهلة وأقولها لعل البعض ينتبه ولا يكون مغفلا. يعني الشيخ محمد بن هادي حفظه الله في هذه المسألة الآن كثير من الناس يتكلم هذا قاذف، وهذا أعيدكم فيه إلى ما كتبته في كشف اللقاء في القاعدة لهؤلاء القوم، أن العدل والمرضي عنه من كان معهم ولو كان أفجر الناس فجورا في الأعراض كالعاهر الفاجر أبي أيوب المغربي الهلندي، عاهر فاجر. ويبالغ بعضهم
ويتجرأ على الله جل وعلا ويقول هذا نزلت فيه آية أو فيه آية من كتاب الله أو فيه قرآن. بنص القرآن محمد بن هادي فاسق. اقرأ سورة النور، من قذف المسلم في المسجد جاء بالبينة، حتى الآن ما جاء بالبينة، فهو كاذب بنص القرآن فاسق. ونحن إذا كان عندنا القرآن الله المستعان، ونحن إذا كان عندنا القرآن ما نحتاج محاكم. طيب قبل المحاكم وقبل غيرها، أسألك بالله الذي رفع هذه السماء بغير عمد، هذا الرجل المتكلم فيه هل هو نزيه شريف ولا متدنس العرض؟ نسأل الله العافية والستر. لكن ما دام أن هذا الأمر هذا الآن سار ملأ السهولة والهضاب، والله ما نتمنى له ولا لغيره هذه الفضائح، نسأل الله السلامة والعافية. لكن أنت يا عبد الله ترى في مقطع فيديو وترى الصور وترى أن هذا الرجل غير نزيه، أن هذا الرجل والعياذ بالله متلبس بالفسق والفجور ويجاهر بذلك، صلى الله السلامة والعافية. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول كل أمتي معافى إلى المجاهرين. فهل هذا، أسألك بالله وأنا أخشى عليك أن تكذب على الله، أن تكون قد كذبت على الله، ويوم القيامة ترى الذين كذبوا على الله وجوههم مسودة أليس في جهنم مثوى للمتكبرين. الله جل وعلا يقول والذين يرمون من أي مسلم، قال قذف رجلا مسلما، احنا ما كفرناه حتى لو رؤيا والعياذ بالله في تلك الفضيحة وبالزنا وعلى ما اشترط عليه العلماء ولا يختلف فيه اثنان، ارتكب كبيرة، ومعروف اعتقاد أهل السنة في المتلبسين بالكبائر الذنوب. فالله جل وعلا وصف وصفا وعلق هذا الحكم بوصف، والذين يرمون المحصنات المؤمنات الغافلات، المؤمنات والمحصنات. المحصن في هذا السياق ما يراد به؟ لا يراد به المتزوج، يراد به العفيف، المسلم العفيف النزيه. ولذلك قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى إن الذي يرمي الذي عرف بالفجور لا يحد حد الزنا إطلاقا، حد القذف إطلاقا. هذا كلام الله، وأنت معه لا تحتاج إلى محاكم. فعلى الإنسان يتبصر ولا يكون ببغاء ولا يجتر ما قاله غيره ولو كان كبيرا. أكابر على الرأس والعين، ولكن هذا كلام الله عز وجل. هذه المحصنات غنديروا لها وما معناها؟ سير انت خلي كلامي، خلي كلام غيري، سير راجع أي تفسير من تفسير أهل السنة وشوف كيقول هذه المحصنات، هذه شنو المقصود بها. وإذا قذف، لا نفرض سيدي قذف محصنا من مراد. فالمهم على كل هذا بين قوسين، يعني بعض الناس يقول كذا أنت تدافع عن القاذف يا فلان. واحد مرة يكتب لنا هنا في التعليقات الله المستعان، ويقول كلام آخر وكذا، الله حسيبه، تبغى من سيئاتي خذ، والله المستعان. والله الموعد عند الله تجتمع الخصوم. هذا الحق الظاهر البين، وهذا اللي وضح لنا، وما عندنا محاباة ولا عندنا كذا، اتضح لنا هذا نحن عليه. كنتم أنتم الأكثر، كنتم كذا. متى كانت هذه العبرة؟ هذه الأشياء كل الأصول قلبتوها رأسا على عقب، سواء في الدفاع عن هؤلاء الصعافقة أو في كذا. الأصول اللي كانت قبل هذه الفتنة كلها أو جلها هدمتموها وانتكستم فيها، والله المستعان. تعبانين، نعم والله تعبانين. اتقوا الله في أنفسكم، لا ينفعكم هذا. ربنا إنا أطعنا سادتنا وكبرانا فأضلنا السبيل، ربنا آتنا ضعفين العذاب الأمر كبيرا. هذا اللي يتعصب هكذا، هذا حاله. شيخنا الأخذ بالحق تعلمناه منكم يا شيخ. لا تتعصب بالباطل. شيخ ربيع السلف الصادق لا يتعصب لأبيه ولا لأخيه. السلف الصادق لا يتعصب لأحد.
اتركوا هذا مش هذا الجدال مش التعصب الأعمى. اتقوا الله في أنفسكم. حكم الله واضح ولا نتعصب. آيات واضحة. ونخالفها ونمشي معاكم. وهذا أعيدكم فيه إلى ما كتبته في كشف النقاط في القاعدة لهؤلاء القوم، أن العدل والمرضي عنه من كان معهم ولو كان أفجر الناس فجورا في الأعراض كالعاهر الفاجر أبي أيوب المغربي الهولندي، عاهر فاجر، ويعلم الله من فوق سبع سماوات أنني ما كنت أحب هذا ولا الكلام فيه، ولكن اضطرني إليه هؤلاء الفجرة في الخصومة، فأنا مضطر إلى أن أذكره. لولا جاءوا عليه بأربعة شهداء فإذ لم يأتوا بالشهداء فأولئك عند الله هم الكاذبون. إذ تلقونه بألسنتكم وتقولون بأفواهكم ما ليس لكم به علم وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم. ولولا إذ سمعتموه قلتم ما يكون لنا أن نتكلم بهذا سبحانك هذا بهتان عظيم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. هذا سائل يقول: ما حكم وصف بعض العصاة بقوله فلان العاهر أو الفاجر أو العربيد؟ لا يجوز التعيير بالمعصية، بل عليه أن يناصحه وأن يستر عليه. إن ستر مسلما ستره الله الدنيا والآخرة مع دعوته ونصحه. نعم. هذا كما رأيتم حفظكم الله قد جئنا بكلام أبي حذيفة السباطي فيما قد ذكره، ونقلنا كلام أهل العلم في بعض تفاسيرهم، وهناك تفاسير أخرى ذكرت مثل ما ذكر القرطبي وغيره كالإمام الشنقيطي رحمه الله تبارك وتعالى، وكذلك العلماء آخرين. وما نريد الإطالة، وجئنا بما يفيد إن شاء الله. وهناك من كلام أهل العلم كالشيخ ربيع والشيخ عبيد والشيخ الفوزان والشيخ محسن العباد وغيرهم من العلماء تكلموا في هذا الباب بمثل ما تكلم به هؤلاء أهل التفسير. وما نريد الإطالة كثيرا، يعني اتيان بكلام كل، هناك صوتيات من أرادها فليرجع إليها من كلام أهل العلم كالشيخ الفوزان وغيره في مسألة المحصن ومسألة من يجاهر ببعض المعاصي وغيرها، في ما إذا قذف بالزنا، فمن قذف شخصا بالزنا فهو قاذف،
من قال يا عاهر يا لوطي وغير ذلك كما ذكر أهل العلم في ألفاظهم فهو قاذف بنص كتاب الله تبارك وتعالى. وقد ذكر أمرا أنه على بعض أهل العلم أنه قال هذا قاذف بنص كتاب الله، وما قال قد نزل فيه القرآن، فاللفظ مختلف. من قذف مسلما أنه قاذف بنص كتاب الله، ما قال الشخص بعينه قد نزل فيه ذلك النص بعينه، ولكن من جاء بتلك ذلك القذف وقذف مسلما فهو قاذف بنص كتاب الله تبارك وتعالى. هذا المقصود، ليس كما ذكر. نسأل الله بمنه وكرمه أن يصلح أحوالنا وأحوالهم، وأن يردنا إليه ردا جميلا، وأن يهدي ضال المسلمين، وأن يرنا الحق حقا ويرزقنا اتباعه، ويرنا باطلا باطلا ويرزقنا اجتنابه، وأن يقينا شر الفتن ما ظهر منها وما بطن، وأن يحفظ علينا ديننا وأمننا وقيادتنا، وأن يحفظ البلاد والعباد من كل مكروه، وأن يرفع عنا هذا الوباء الذي انتشر في أقطار الأرض. نسأل الله بمنه وكرمه أن يرفعه عاجلا غير آجل، وأن يستبدل أرضنا وأرض المسلمين جميعا بالأمن والاستقرار والعافية، إنه جواد كريم. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.